بس هو الاستاد ده احنا حفينا 120 سنه علشان الاستاد ده. الحكايه اصلها بدات من عمر بيه لطفي في سنه 1905 لما خطرت على باله فكره ايام ما كان رئيس نادي طلبه المدارس العليا انه ينشئ نادي رياضي، وكان عنده ساعتها 4 أحلام: تأسيس نادي للمصريين كأول نادي مستقل، وتوفير مكان للطلبة المصريين بعيد عن سيطرة الأجانب، وامتلاك مقر وملعب خاص للنادي، وكل ده علشان يرسخ للهوية الوطنية. وفي 1907 أعلن عمر لطفي عن افتتاح النادي الأهلي. في سنة 1909 امتلك النادي الأهلي أول مكان ومقر ليه رسمي، وكان في الجزيرة، وتم افتتاح ملعب النادي الأهلي كأول ملعب للنادي. بعدها بقى في سنة 1929 اتضاف أول مدرج خشبي للنادي علشان يكون ده أول استاد للنادي الأهلي. فضل بقى الملعب ده يستقبل كل ماتشات الاهلي الرسميه لغايه ما تم افتتاح استاد القاهره. من وقتها بقى حلم الاستاد ده كان موجود ومطروح، يتاجل مره ويحدد ميعاده غلط مره ويتاجر استاد مره، الى ان اعلن النادي الاهلي عن الاستاد الجديد وتصميمه، وبدا الحفر في المشروع سنه 2025. ليه تصميم استاد الاهلي هو مختلف عن اي استاد انت رحته قبل كده؟ الشركه المصممه للاستاد هي شركه جينسلر، شركه امريكيه ومن اشهر شركات الهندسه والتصميم في العالم. الشركه ليها خبره في تصميم الاستادات، عملوا استادات قبل كده في الولايات المتحده الامريكيه، وعملنا دراسه كده ما بين الاستادات اللي هم عملوها واستاد النادي الاهلي، وطلعنا بشويه افكار تصميميه بيحبوا يحطوها دايما في الاستادات. اول حاجه، استاد النادي الاهلي شبه مين؟ الكتله الخارجيه للنادي الاهلي بتشبه جدا ملعب الاليانز ارينا بتاع البايرن ميونخ، الواجهه الديناميكيه اللي فيها اضاءات ليد اللي بتتغير طول الوقت، وبشكل عام هو علامه مميزه. نفس اللي هيحصل في استاد النادي الاهلي، فده بيخلق هويه بصريه قويه. الاستاد ده استاد غير متماثل، مدرج الدرجه الثالثه شمال يختلف تماما عن مدرج الدرجه الثالثه يمين، والثالثه شمال بتتكون من مدرجين، العلوي اكبر من السفلي، واعتقد انه هيكون مميز، واعتقد ان الجماهير هتحب المدرج العلوي اكتر لان الهتاف منه هيكون اعلى نظرا للعدد، والدخلات فيه هتكون افضل بكتير. الحائط الاصفر او المدرج الشمالي لبروسيا دورتموند ده مدرج معروف في اوروبا كلها، مدرج قوي جدا لان مفيش اي فصل بين الجماهير، الجمهور كله قاعد مع بعضه، فبالتالي المدرج ده مش بس بيخلق هويه للاستاد، ده بيخلق هويه للمشجعين. زائد انه من تجربه المشجع لما نكون كلنا قاعدين في نفس المكان الهتاف مش هيتردد اكتر من مره، مش هتسمع صدى صوت. قوه الاستاد بترابط الناس اللي قاعده، وعلى حسب كلام المهندس المعماري ريان سيكمان ان الاستاد ما كانش ينفع يتم البناء عليه لارتفاعات محدده، فبالتالي تم حفر 15 متر من المدرجات تحت الارض. ده معناه ايه؟ ده معناه انه متشابه برضه مع استاد القاهره، واللي اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده. واستاد القاهره قوته الحقيقيه في انه استاد محفور. استاد محفور يعني عدم نفاذيه للصوت، فبالتالي الملعب ده لما يتملي تماما على بيت جماهير هيكون ملعب مزعج جدا لاي خصم، هتقدر تسميه جحيم بقى زي جحيم الانفيلد والكلام ده، مع كمان عدم وجود تراك، فربنا يكون في عون المنافسين. وزي ما قلنا المدرجات مش متماثله، مدرج الدرجه الثالثه شمال مش متماثل مع الثالثه يمين، ومدرجات الدرجه الثانيه مش متماثله مع الدرجه الاولى. وده ليه برضو بحسب التوضيح اللي تم في المؤتمر ان اتمنع بناء اي شيء على الواجهه الشرقيه للاستاد. بس خليني اقول لك حاجه مهمه، هو ليه الطيران المدني بيمنع الارتفاعات تعدي حد معين؟ ده عشان الرؤيه، وعشان ما يبقاش في اي شيء يعوق الطياره وهي نازله، وده مش موجود بس في الشيخ زايد، ده موجود في كل مكان قريب من المطار. عارف منطقه شيراتون؟ منطقه شيراتون محفوره تقريبا كلها تحت الارض لان المطار اعلى منها، يعني انت كده كده في حفره كده كده محفوره، فمهما عملت ارتفاعات فانت مش هتضايق الطيران في حاجه. ممكن تكون بعض الناس متضايقه شويه من فكره 42000 مشجع لان النادي الاهلي جماهيره كتيره، عايزين 90000 100000. ده صعب شويه لاعتبارات اولا تجاريه زي ما اتقال من الاستاذ محمد كمال رئيس شركه القلعه الحمراء، لانه باختصار دلوقتي الاستاد ده بعد حفر 15 متر منه تحت الارض هيتكلف في حدود 5 مليار جنيه الاستاد لوحده. لكن انت تتخيل بقى ان احنا هنحفر المنطقه كلها ونسمح بنزول المدرجات اكتر من كده، هتتكلف كام؟ الدبل او تريبل. لان انا كل ما احفر في الارض عشان انزل جماهير فلازم اعمل حسابي سيركيليشن الهواء بحيث الناس دي ما تخنقش في الاول وفي الاخر تحت الارض. حفر استاد كبير تحت الارض بيقوي جدا جدا من تجربه المشجع، ولكن كل حاجه لازم تكون بحساب. السؤال بقى، هل ممكن فيما بعد ال 42000 مشجع دول العدد ده يزيد؟ خليك معايا. في عندنا حاجتين ما شفناهمش في استادات في مصر قبل كده. اول حاجه الشاشات الدواره، تاني حاجه الكافيهات اللي موجوده حوالين الملاعب. دايما احنا في مصر بنشتكي ان ما عندناش خدمات في الملعب، الملعب خدماته ضعيفه جدا. النهارده استاد النادي الاهلي هيبقى فيه كافيهات مفتوحه على الملعب طول الوقت، انت طول الوقت تعرف تحجز تذكره وتدخل تتفرج على الملعب من الكافيه. ويعني ايه كافيهات حوالين الملعب؟ يعني باختصار انا بطلع بالملعب لبره شويه، انا بعمل منطقه خدمات بره الملعب شويه، ببدا انزل الجمهور بسلالم عشان يكون الجمهور في نفس مستوى اللعيبه، انا مش بشوفهم مش بتعرض ليهم، وحتى لما بشوفهم داخلين مباريات بشوف ده من ازاز في ميبل كامل، فبالتالي الجمهور مش هيأثر على اللاعب وهو نازل، مش هيضايقه مش هيقول له كلمه، وبالتالي اللاعب مش هيشوف الجمهور. الكلام ده موجود في حته، الكلام ده النهارده موجود في معظم الاستادات، ولكن احنا للاسف في مصر متاخرين فيه. وهيكون في ترام بالكامل بين
هينقل الجماهير من الاستاد الدرجه الاولى للدرجه الثانيه للدرجه الثالثه، وفيما بعد هيخدم على المنطقه الرياضيه كلها. واحده برضو من الاضافات القويه جدا هي الغرف الفندقيه اللي مطله على الملاعب. استاد القاهره النهارده اخذ جزء كبير من الدرجه الاولى وخلاه للفي اي بي، انما برضو النادي الاهلي عمل غرف فندقيه بالكامل في كل الادراج. طيب يجي واحد يسال هل انا لو ما عملتش غرف فندقيه كنت هزود عدد الجماهير؟ الاجابه هي بمنتهى البساطه لا. تصميميا هو اقتطع جزء من الطرقه وعملها غرف فندقيه، الغرف دي بقت مطله على الاستاد، يعني جزء كان طرقه هو استفاد منه بشكل افضل. نيجي بقى لسؤال مهم، هو الاهلي جاب الفلوس دي كلها منين؟ قبل ما اقول لك الاهلي جاب الفلوس منين خلينا نرجع بالزمن لسنه 2004 وقت ما ارسنال كسب الدوري اللا هزيمه. وقتها مسؤولين ارسنال شافوا انه لازم يتم بناء ملعب خاص ارسنال بدل ما كانوا بيأجروا ملعب هايبري اللي كان بيساع 38,000 مشجع فقط. ملاك ارسنال شافوا ان انا دلوقتي محتاج انافس مع الانديه الكبيره في الاستدامه الماليه، ومحتاج يبقى عندي جمهور اكتر، ومحتاج اتوسع في المستقبل اقتصاديا. لذلك تم بناء ملعب الامارات بتكلفه توصل ل 390 مليون جنيه استرليني. استادات الدنيا كلها بفلوس، الاستادات ده اقوى واغلى مشروع لاي نادي. ارسنال هنا عمل ايه؟ ارسنال قرر انه ياخد قرض بقيمه 260 مليون جنيه استرليني، وبالتالي ارسنال بقى عنده مشاكل ماليه ادت الى انه حتى مش قادر يحافظ على نجومه زي تيري هنري او فابريجاس، وحتى استقطاباته للنجوم ما كانتش على المستوى الكبير، وده حصل ليه؟ لغياب السيوله الماليه. النادي الاهلي هنا قرر انه يعمل حاجه اسمها الايجار التمويلي. هنا الاهلي جاب مالك الاستاد اللي هو شركه بيلتون وهتضخ 4 مليار جنيه لبناء الاستاد، وحسب كلام استاذ محمد كامل ان 4 مليار جنيه دي تساوي 80% من قيمه الاستاد مقابل حق انتفاع 25 سنه. الاهلي هنا تجنب فكره عدم وجود سيوله ماليه. انا لو مولت الاستاد من جيبي انا استحاله اقدر انافس النهارده. عشان تفضل في المستوى ده لازم تفضل تدعم الفرقه. السيوله الماليه هي اللي تضمن لك تدعيم الفرقه بشكل دائم. ما بين ارسنال وما بين الاهلي نموذجين اقتصاديين مختلفين، ما اقدرش اقول لك انهي حد فيهم صح والغلط. النادي دايما بيختار المناسب لطريقته. طبعا ملاك ارسنال كانوا شايفين انه امتلاك الملعب فورا والتدفق المستمر للفلوس هو المهم، انما النادي الاهلي شاف ان السيوله الماليه الحاليه هي الاهم، وفيما بعد النادي الاهلي هيستفيد 100% من الاستاد. ممكن النهارده مكاسب الاهلي من الاستاد ما تكونش يعني المكاسب المطموحه، لكن هو عنده مكاسب اخرى، مناطق الخدمات اللي هتشتغل طول السنه. النادي الاهلي وجماهيره بيحبوا ينافسوا على كل الالقاب، وهنا اختار النادي الاهلي ما يناسبه. بالمناسبه المشروع مقسم على مراحل. اول مرحله هي الاستاد الرئيسي واللي متوقع يخلص بعد 4 سنين. الاهلي تعاقد مع بيلتون ومعاه شركات هندسيه زي هيل وزي جينسلر ومقاولين. دول مقاولين. يعني ايه مقاول؟ يعني ده بيبني وبياخد فلوس، غير ممول. الممول بيلتون، ده ممول، ده مقاول. اتمنى ما نتكلمش في القصه دي كتير. استاد الاهلي رغم سعته الجماهيريه اللي يمكن صغيره هيخليه علامه فارقه مش بس لجمهوره ولكن للنادي نفسه. نماذج الاستثمار المختلفه للنوادي اللي بتخلي ليها ملاءه ماليه وبتفرق في مستقبل النادي المالي. هل ممكن الاستاد يزيد بعد الساعه الصغيره دي؟ ممكن. مفيش استاد في العالم فضل زي ما هو، مفيش اي استاد نادي فضل زي ما هو. النهارده اذا كنا بنضرب المثل باستاد سيجنال ادونا بارك، انا عايز اقول لك انه كان بادئ ب 23,000 مشجع فقط، والنهارده وصل لعدد الى اكتر من 60,000 مشجع. انما ان احنا وصلنا له النهارده ده هو اقصى حاجه نقدر نوصل لها. وخد بالك ان انا اقول ان النادي الاهلي النهارده يدفع او يقدر يستثمر في استاد ياخد 90,000 مشجع، دي تكلفه ضخمه جدا قد يكون لا يتحملها النادي. نادي في الدنيا بيبني استاد بدون ديون. ريال مدريد اغنى نادي في الحياه، ريال مدريد اللي بيكسب شامبيونز كل 3 و4 اخذ قرض بقيمه 990 مليون يورو عشان يبني الاستاد او عشان يكمل الاستاد وهيسدهم بعد 30 سنه. الاستاد هو اقوى مشروع رياضي لاي فريق، وفي نفس الوقت هو اغلى مشروع رياضي في اي فريق. لو شايف ان الخطوه دي غلط او كبيره على النادي الاهلي، او لو شايف ان المفروض كل نادي يكون عنده استاد، قول لنا خلينا نعرف. بس كده هو ده الموضوع. ما تنساش تدعي لاخواتنا في سوريا، اخواتنا في غزه، اخواتنا في لبنان، واخواتنا في السودان، ومالناش غير بعض في الاخر. كنت معاكم محمد فريد وده معماريين.